السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهارده هنعمل وصفة سريعة جدًا، هنعمل فيليه السمك. هاوريكم برضه أنا باعمله بالطريقة بتاعتي، بس قبل ما نقول أي حاجة يا ريت تعملوا لايك، تنزلوا تعملوا لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة وأول مرة يشوفني يا ريت تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل إشعار من القناة. هنا عندي أنا جبت الفيليه دوّة الحتة كلها على بعضها كده كانت حوالي كيلو إلا ربع. ده قشر البياض، يعني فيليه قشر البياض. بعد كده قطّعتها زي ما أنتم شايفين، وجِبت بقى شوية توم حلوين وعودين كرفس، وبعد كده عصرت ليمونة، وكمان هاحط ملح وكمون. أنا عندي قناعة إن الملح والكمون والكرفس والتوم هم روح السمك، فمش باحب بصراحة أحط زعتر ولا أحط بقى كزبرة ولا حاجات تانية كده إيه، يعني في ناس بتحطها. طبعًا كل واحد رأيه يُحترم يعني، بس أنا باحب السمك كده، باحس إن هو ده طعم السمك الأصلي. كمان نزلت على التوم اللي أنا عملته دوّة بمعلقة هريسة شطة حمرا، أنا عندي في التلاجة وكنت مخزناها، بتدّي taste وطعم جميل برضه. بعد كده بقى بعد ما قطّعته طبعًا وحطيته على التوم، خلطته كلّه على بعضه، وبعد كده سِبته حوالي ساعتين علشان خاطر كل ما تسيبي السمك على فكرة في التتبيلة بتاعته بيقعد معاكِ، يعني بيدّي طعم جميل جدًا وبيتشرّب من التتبيلة، فبيبقى طعمه بسم الله ما شاء الله جميل جدًا، أي نوع سمك على فكرة مش الفيليه بس. هنا بقى عندي جِبت الدقيق ونزلت عليه بمعلقة كبيرة كركم، وبعد كده معلقة كمون وشوية ملح، وقلّبتهم، وهابدأ بقى إن أنا إيه، أحُط فيهم الفيليه بتاعي. بُصّوا ممكن تعملوا الموضوع ده مرّتين، يعني ممكن تجيبي شوية مَيّة وتحطّي عليهم ملح وكمون وفص توم برضه، يعني حبّة من التتبيلة ونحُط الفيليه في الدقيق ونرجع بيه في المَيّة اللي باقول لكم عليها ونرجع بيه تاني في الدقيق، لو أنتِ عايزة الcover تخين أو سميك يعني. لكن أنا بصراحة بافضّل إن هو كده بس بيبقى جميل جدًا وبيقرمش وبيبقى طعمه جميل أوي. فدلوقتي بقى نزلت بيه في الزيت طبعًا، زيت سُخن و وبدأت إن أنا أحمّره، وزي ما أنتم شايفين كده بقى وعملت معاه طبعًا شوية رُز وشوية سَلطة، السمك ما ينفعش من غير الرُز والسَلطة، وبالهنا والشفا، يعني طلع ما شاء الله. ما تنسوناش بقى باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.